ما حكم أكل طعام لما ذبح في احتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وما حكمك إن لعنه عنتظى لو جورعي حفلة أمد ما أنت كوابا ما أنت لدقيا حفلة دي مولد النبي عليه الصلاة والسلام ما أنت ده إمساك لنا حولا بلان فعلا في الهيئة سيلته عطوي عمرنته بارك الله فيكم أرتا إن لبيه طبعا كربيع الأول أو مانتا إن لحصه وشيء حرام وأنا بدعة في الدين وح الله لو وحي لحديدي إن حول الله سو إيبيو إن للدلاله إن لجورعه إن لعنه إن البابور كقاده ضمان حكمك الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وانا شيء بدعه وانا شيء حرام marka wixii xoolo lagu qolay ama geel ha lagu qalo ama ari ama lo ama bakayle ama digaag wax allaala wixii lagu qalay in la cuna waa shay xaraan waayo xukunkii mid culimadu diiday waayo rasuulku muu dhigin ama oran caawo kale xaflad baan dhigay Abu Bakar Umar عثمان صحابة يوردن خلفاء الراشدين أفرت خلفاء الراشدين تاعي خلفاء الراشدين تاع السيرة دودي كتب التاريخ دي السيرة هل متكم ندي مو أورن وحن لقي مولد النبي عليه الصلاة والسلام مركا ولا ليال صحابة دي تابعين تي أتباع التابعين صدح ذا قرون لقيه ما يمت كريه oo yiri habeenka Rabiic al-Awwal 12 ay tahay ayaa mawlid la dhigay lama waxa keenay culimadii dambe mutaakhiriinta waliba waa quruntii dambe qarnigii 7aad iyo qarnigii 8aad iyo waa quruntii dambe marka walaalayaal waana shay aan banaanayn waana shay xaraan ah hilibka dee lagu cunayaana ama dee cuntada maanta kale la gowraco ama mawlidkaba loo gowracaba waa shay xaraan barakallahu fiikum جزاكم الله